عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل صحة واحسن حال. النهارده يا حبايبي ان شاء الله هنكون مع بعض في معرض كده زي اومن داي معمول بمناسبة عيد الام، يعني وانا برضو مشتركة فيه برضو على روح والدتي، صدقة جارية، فيا رب يجعله في ميزان حسناتها وحسناتي، وهنبيع بأجر رمزي ان شاء الله. نبدأ كده نشوف. في حاجات كتير هنا حلوة قوي، مكان جميل جدا وظريف. وفي عندنا طبعا حاجات كتير، ترابيزات لسه هتتفرش، ودي الترابيزة او البارتيشن بتاعي. ماشي، حاجة بسيطة كده معمولة برضو يعني عشان انا كمان احتفل بعيد الام زيكم، ويا رب يجعله في ميزان حسناتي، وتروح لوالدتي صدقة جارية جميلة على روحها، ويا رب تقروا لها الفرق. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجة جديدة، مشتركة في جمعية خيرية جميلة جدا، بتعمل حاجات وبتجهز عرايس وحاجات زي كده، فانا قلت اشترك معاهم بمناسبة عيد الام واحتفل معاهم بالمناسبة الجميلة دي، وفي نفس الوقت ابيع الحاجة بتاعتي بسعر التكلفة، علشان خاطر يعني مصنعيتي هعتبرها صدقة على روح والدتي، لان طبعا هي السبب في المشروع اللي انا فيه دوت، وهي اللي كانت محبباني في الخياطة قبل ما تتوفى، وهي ما لحقتش تشوف يعني اي حاجة من اللي انا فيها دي. هي مش قادرة اتكلم كتير عن موضوع والدتي ده، بس الحمد لله ربنا يرحمها ويرحم كل امهات المسلمين، ويخلي لنا كل الامهات العايشة، ويبارك لنا فيهم ويديهم الصحة. وعايزة اقول لهم يعني بجد بحب كل الامهات، يعني كل امهات والله بحبها. انا مش عارفة اتكلم اقول ايه بصراحة، مش عارفة ابقى زعلانة عشان ماما مش معايا، ولا ابقى فرحانة ان انا حاسة بكل ام بتكلمني، بحس ان هي امي بصراحة. مش دلوقتي معانا مدام زيزي مديرة المشغل اهو. تمام، كلمينا بقى حضرتك المشغل فيه ايه؟ انا مدام زيزي فاروق، مدير تنفيذي جمعيه الخدمات الاجتماعيه جديده الدهب. طبعا انا مبسوطه النهارده ان احنا بالتعاون ما بيننا وما بين الاستاذه ولاء والاستاذه ابتسام من حي جنوب. طبعا بتنسق لنا كل فتره المعارض الجميله بتاعتها، وبنشارك مع الجمعيات، وبيجوا كل الجمعيات بتيجي تعرض الشغل بتاعها. وبعد طبعا الاستاذه ولاء حبت تعمل ربنا يبارك لك، يعني يوم جميل. انا اللي مبسوطه والله، وتبقى عملت حاجه ان هي عملت صدقه في المصنعيه بتاعتها، في المفروشات والادوات بتاعتها، حبت ان هي تهديها لمامتها. طبعا احنا بنقول لها يعني كل سنه وهي طيبه، ربنا يرحمها، الله يرحمها ويجعل مسواها الجنه ان شاء الله يعني. وانا سعيده جدا بتشرفكم النهارده لينا، ان شاء الله يبقى في تعاون ما بيننا تاني كتير، مش اول مره باذن الله ان شاء الله، ونقدر ننسق معاكي، ونقدر ننسق مع اي حد ممكن يبقى محتاج برضه من خلالك. بقول لو في اي حد عايز يعني عنده شغل وما عنده شغل وما عندهوش مكنه يقدر يقفل عليها او يشتغل عليها، ممكن يتواصل معاكي توصليه بيه، وانا اخليه يجي هنا يقفل شغله، وهناخد نسبه بسيطه للجمعيه وهو ياخد نسبه بسيطه. طيب، وبالنسبه في ناس بتسالني لو عندها مكنه في البيت ونفسها تشتغل من البيت، فممكن عندك امكانيه؟ لو ربنا كرمنا بخط انتاج او حاجه برضه هتواصل معاكي واقول لك انت توصلينا بيه، مفيش مشاكل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فرصه سعيده، انا مبسوطه جدا معاكم والله. اسعد ان شاء الله. ان شاء الله ومبسوطه بالجروب اللي هنا، نتقابل ان شاء الله في معرض تاني باذن الله. ان شاء الله يا حبيبتي. وفي حاجات جميله هنا اهي، اتفرجي بقى على الحاجات دي ونفرج الناس. ونفرج الناس تيشيرتات اهي، في ملابس كمان، في تيشيرتات برضو، دي برضو لو يونيفورمات مثلا، يونيفورم مدرسه او حاجه. لو في حد حابب ان احنا من خلالكم يتعاون معانا ان احنا نعمل يونيفورم او ملايات، وعندنا تدريب على كل حاجه. عندنا تدريب على المكن، تدريب صيانه مكن، تدريب كروشيه، تريكو،
مفروشات، ملابس، إعادة ورقات. تدوير. استاذه وفاء هتقول مفروشات، وعندنا صيانه المكن وعندنا مفيش تدريب إعادة طباعة مثلا تدوير. على الشنط، طباعة على جلد، الحاجات الهاند ميد دي؟ لا، عندي اعاده تدوير بس للشنط القماش جينز او جينز او من اي خامه قماش. تمام. عندنا تدريب برضو على شنط الجلد. لا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. ان شاء الله باذن الله. عندنا كورسات متعدده. يعني عندكم الخير كله. مدام عفاف منسقة الدورات التدريبيه معايا في الجمعيه، وبرضه هي برضه وهبقى اخد صور انزل شغلك على القناه. احنا مش الشغل بتاعي انا بس، انا هنا منسقه الدورات التدريبيه، يعني اي مدرب يجي يشتغل معانا مع الناس اللي بتتدرب. عندنا جلد سكاي وهيتنفذ يوم الحد الجاي، هيتنفذ عملي. وعندي من اول ما تقعدي على المكنه بتعلمي الف ب خياطه لحد ما تعلمي السواريه. عندنا مفروشات كامله، ملايات، ستاير، لحفه فايبر، كفرات، اي حاجه موجوده عندنا. تمام خلاص ماشي. كل حاجه، وعايز تدوير جينز وكل حاجه. حد يخش الصفحه بتاعتنا نرجع عليها التبعيه بجد. وهاخد برضو ارقام تليفونات قناه. حبايبي يومنا خلص والحمد لله، رجعت بألف سلامه للمعرض، وقضيت يوم ظريف وجميل في الجمعيه الخيريه دي. وكل سنه وكل ست طيبه، سواء ام او مش ام، ربنا يا رب يخلف عليكم بالذريه الصالحه ويعطي كل مشتاقه. طبعا اعذروني عن المقدمه، وان انا كنت يعني غصب عني زعلت شويه عشان ماما مش معايا، بس ربنا يبارك فيكم جميعا ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري، والحمد لله فوقت زي الفل يعني. عايزه اقول لكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ونفعل زر الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد. وان شاء الله هبدا من اول وجديد في القناه في فيديوهات شرح لحاجات رمضانيه جميله. كل سنه وانتم طيبين. سلام.